تالت تعادل في اخر 4 مباريات. ولو انت مفكر ان انا زعلان عن نقطتين او اي حد من جمهور النادي الاهلي يهمه المباراه يبقى انت غلطان. جمهور النادي الاهلي بيعيش حاله احنا حرفيا مرعوبين من الطريق اللي شايفين النادي الاهلي ماشي فيه. النادي الاهلي بيخسر دوري ثم بيخسر دوري تاني ثم في طريقه ان هو يخسر تالت دوري بنفس الشكل وبنفس الغلطات وبنفس الاداء وبنفس النظام. وركن لي بقى التحكيم على جنب، احنا بنتكلم على اللي لينا واللي في ايدينا واللي احنا نقدر نعمله في فرقتنا احنا، وهو حال ووضع النادي في المجمل. زمان لما كنا بنخسر ماتش ولا نتعادل ماتش اللعيبه كانت بتنزل الماتش اللي بعديه تلحس النجيله. ومن زمان ده اللي هو مش بعيد، ده من كام سنه فاتوا لما كنا بنخسر دوري الدنيا كانت بتتقلب. دلوقتي بنخسر في الدوري الثالث وعندنا لعيبه مستواها زي النيله، واول ما تجيب الجول تروح وتبرق للكاميرا وتبرق للجمهور ومش عاجبهم، يبقى مستواه زي النيله في الملعب ومش عاجبه ان هو بينتقد او الجمهور بيصفر عليه او بيقابل اي انتقاد من اي شكل. وانا حاليا مشكلتي مش في الدوري ده حتى لو خسرناه، مشكلتنا الحقيقيه في بروده الدم اللي بتظهر عند اللعيبه. فين العقوبات اللي بتخوف اللعيبه فعلا؟ فين القرارات القويه اللي كانت الاداره بتاخدها، اللي الاداره زمان كانت بتاخدها لما كانت بتبقى اداره قويه؟ وللاسف اداره النادي الاهلي دلوقتي هي اداره ناعمه مش قويه. اللعيبه اطمنت تماما، خلاص بيخسر فبتغير له المدرب، فبيخسر تاني فبتقوم غير له المدرب تاني، ومشينا في سكه الناس اللي احنا عارفين ان السكه دي اصلا ودتهم في داهيه. يا عم غير لهم المدرب، لعيبتنا ما بتغلطش، مع ان احنا كلنا برضو شايفين ان العيب في اللعيبه واللعيبه مستواها زي الزفت. غيرنا المدرب وجبنا واحد تاني، غريبه برضو الفرقه لسه زي الزفت، غيروا كمان مره معلش. طمن اللعيبه وده احساس انها مهما عملت ومهما نيلت انت مش هتلومها، انت هتغير لها المدرب. ده فشل، ده فشل وفشل كبير، اصابات بالجمله ومحدش عارف ليه، صفقات تيجي وما تثبتش نفسها، ناس ما بتلعبش، ناس تقعد وناس تخرج، محدش عارف اصلا اي حاجه ومحدش فينا او حد فيكم عنده اجابه لاي سؤال. لجنه كوره اساتذتنا كلهم طبعا وعلى راسنا وليهم كامل الاحترام طبعا، ولكن انا اتحدى كابتن محمود الخطيب نفسه ان هو مقتنع بيهم اصلا. مدير الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ تقريبا اتسحبت منه كل الصلاحيات واصبح منظر فقط لا غير، عشان هو مضايق حد معين فنسكته. عبث في عبث في عبث طول ال3 مواسم عبث. يا كابتن محمود الخطيب لميت اللعيبه بعد ما خسروا 2 دوري وطبطبت عليهم وقلت لهم انتوا اكبر جمهور في مصر واكبر نادي في مصر واحسن لعيبه وي وي وي، طبطبت عليهم بحسن اخلاقك لعلهم يستجيبوا في اللي جاي، ولكن المركب بتغرق واللعيبه متخافه. اللعيبه دي لعيبه مش محترفه، اللاعب المصري متدلع جامد قوي، عاوز الشده، عمره ما هيبقى زي اللاعب المحترف بتاع بره. عندك ما بتشوفش دم وغيره غير من علي معلول محترف، اليو ديانج محترف، ده حتى برونو سافيو عنده حميه اكتر من اللعيبه بتاعت الدوري المصري، اللعيبه المصريه اللعيبه اللي بتلعب قبله بسنين في النادي الاهلي. عد لي كام لعيب مصري في ال25 لعيب بتوعك المصريين، كام واحد منهم راجل في الملعب وعنده دم وعنده حميه في اللعب؟ مش هتكمل 4 اسامي من ضمن القائمه فيها 25 اسم. ربنا يزيد ويبارك لهم يا رب في كل قرش بياخدوه في كل الملايين اللي معاهم، ولكن خلاص هم بقى عندهم بلاده من العقوبه، ما بقوش بيخافوا من حاجه. اخصم مني 100,000، اخصم مني 200,000، اخصم مني نص مليون، اخصم مني مليون، هيأثر على 20 30 ولا ال50 واحد اللي معايا منه ولا اي حاجه، والخصم هيتخصم والماتش هيعدي ومشي الدنيا. جمهور في المدرج مش هنضحك على بعض، ما بيشوفوش جماهير دول اصلا. واما الجماهير اللي عنده على السوشيال ميديا فهيقفل الكومنتات على الفيسبوك وعلى الانستا ومفيش اي حاجه، خلاص ماتش خلص، دوري ضاع، خرجنا من افريقيا، هطلع المصيف بتاعي هفك اعصابي وهرخي وهسترخي كده والدنيا هتبقى جميله جدا وهتعدي. والموسم اللي بعده هنعمل نفس الكلام وهناخد نفس الفلوس وهتخصم مننا نفس الفتافيت والدنيا ماشيه واحنا نازلين لتحت. للاسف هي دي عقليه اللاعب المصري اللي دايما النادي الاهلي كان بيعرف يتعامل معاها كويس قوي. وللاسف الكلام اللي بيحصل حاليا ده مستجد على النادي الاهلي والكيرف في النازل، والكيرف بقى في النازل جامد قوي وداخلين على افريقيا وربنا يستر في كل اللي جاي.